وانا لو هختار شخصيه الامانه يعني هيبقى في حد هو يعني له فضل عليه كبير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو كابتن حسام البدري. اوكي. انا بعتبر كابتن حسام البدري بس كابتن هو. حسام موجود، اسمه موجود. انت بتتكلم على حد يعني اه، يعني. بس انت بتختار كابتن حسام البدري اه كشخصيه مؤثره في حياتك. في حياتي وكمان في مع النادي الاهلي. طبعا. يعني اشتغل في النادي الاهلي فتره كبيره جدا اكتر من حاجه و20 سنه، سواء بقى مدرب عام او مدير فني او مدير يعني كوره. او مدير كوره. فانا بعتبر كابتن حسام واحد من الناس اللي يعني الامانه يعني هو يعني هو بيحب النادي الاهلي جدا وراجل اكيد. يعني اشتغل في النادي الاهلي كتير وهو له فضل عليا كبير جدا. يعني دخول النادي الاهلي 2011 زي ما حضرتك قلت، هو كان اكيد كابتن حسام البدري له فضل كبير جدا بعد ربنا. انا اشتغلت معاه سنه في السودان قبل ما اجي النادي الاهلي، وبناء على السنه دي هو قرر ان يعني وقتها كانت صعبه قوي، وقت ان احنا لما احنا كجهاز نيجي النادي الاهلي، كنت انا صغير في السن. فوقتها يعني ايه كان في كلام كتير ان كان ممكن يبقى حد تاني موجود، فكابتن حسام اصر على ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وبعد كده هو مشي وانا كملت في النادي الاهلي وحضرتك كنت موجود. فضلت فتره كبيره في ال8 سنين في النادي الاهلي. انما اول سنه كانت مع كابتن حسام البدري، رجع كابتن حسام بعد كده سنتين في النادي الاهلي وانا موجود. فعشت الفتره دي كلها بعد ربنا سبحانه وتعالى، ثم الفضل يرجع لكابتن حسام البدري. فانا لو هختار حد اختار الكابتن حسام.